تصدرت الفنانة كندا علوش مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، واللي أعلنت خلالها إصابتها بمرض السرطان. قائلة: بعد 9 أشهر من ولادة ابني الكريم بدأت أشعر بآلام أثناء الرضاعة فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية، لكن الألم استمر 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متجه شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش. ربنا نزل عليا من اول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة. من وقتها وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر يجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها. وأضافت كندا علوش: من ضمن المواقف اللي لا يمكن أنساها، عمرو كان قاعد فجأة فجاله مكالمة أثناء مرضي، فلقيته بيقول: ازيك، طبعا، ايه ده؟ ولقيته متحمس: وحبيبي وانت حبيبي. وبعدين بيقولي: هي كويسة وانا مع العيال مش مركزة. بقوله: مين يا حبيبي؟ لقيته بيقول لي: محمد صلاح. قلت له: مين محمد صلاح؟ قال لي: محمد صلاح. قلت له: محمد صلاح مو صلاح؟ قال لي: اه. قلت له: ليه؟ يعني احنا اكيد. وهو عارف عمرو بس مش اصدقاء، مفيش تواصل. قال: عرف من اصدقاء مشتركين اني تعبانه وجاب نمرتي واتصل وقال له: انا سمعت ان كندا كذا ومهنش عليا، وعايزه اقولك في اي لحظه ان بيتي موجود لو عايزين تيجوا تعملوا تشيك اب هنا او تبعتولي الورق وانا اخده عند دكاتره. والله العظيم بقول له: عمرو انا مش مصدقه، ايه الحلاوه دي؟ مش كده وبس، لأ، بعدها بفترة لقيت عمرو بيتكلم بنفس الحماسة وبيندهلي. بقوله: مين؟ بيقولي: تعالي، في حد عايز يكلمك، تعالي بس. وانا بمسك التليفون قالي: محمد صلاح. قلتله: ازيك؟ هو يقولي: طمنيني. قلتله: انا كويسة جدا، انا خلاص بخلص. وبكلم بنفس الحماس، وهو متفاجئ من تون الصوت وبيقولي تاني: عايزك تعرفي ان ليكي عيلة وليكي بيت، واسمحيلي ان اطمن عليكي تاني. قد ايه هو انسان حقيقي وبسيط ان هو دور على النمرة واتصل اول مرة وتاني مرة باشخاص هو يعرفهم من بعيد. وبيقول لي: انت عارفة ان انت غالية علينا قد ايه؟ قلت له: انت اللي غالي. فبجد هو انسان حقيقي وقلبه كبير.